يا صباح الهنا، صباحكم مشرق بنور الله. يلا بينا نعمل اجمل سمك مشوي مكاريل. هنجيب السمك وهننقعه مع شوية ملح وشوية خل، ونبتدي بعدها بشوية نغسله بالدقيق والليمون. اهم حاجة نغسله بالدقيق. ليه نغسله بالدقيق؟ عشان يطلع كل اللي فيه، ونخلي قلبه ابيض كده شفاف زي الفل. هنجهز بقى التتبيلة اللي هي عبارة عن ايه: توم وندقه، وبعدين نحط شوية من بهارات السمك. لو ما عنديش مفيش اي مشكلة، بس دي بتديله طعم حلو، بتتباع عند العطار. المهم، قرنين فلفل سبايسي كده ونظبطهم عشان يدينا طعم تحفة جدا، مع شوية خل وشوية ملح وشوية كمون. مش عايزة اكتر من كده. بس كده. نحط التتبيلة كويس جدا في قلب السمكة، وبصوا قلب السمكة الله اكبر ابيض زي الشفاف. وده بسبب ايه؟ ان احنا غسلناه كويس جدا. ده سمك مكاريل بلدي، حلو جدا وسعره رخيص جدا بمناسبة الغلا اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى؟ الفراخ غالية واللحمة غالية. فهنعمل سمك وخلاص، يلا مش مهم. هنجهز بقى ردة علشان نعمل السمك بيها، او نغلف السمك بيها على شواية زي اللي انا هشوي عليها ديت، او على طاسة على النار وهدي النار خالص، مع رشة زيت بسيطة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفضل بقى واقفة جنب السمك علشان ما يتلسوعش مني. اول ما ياخد صدمة اقلبه الناحية التانية. بس كده. وخلي بالكوا لو هشويه على النار من فوق نفس الكلام هعمله. يعني الشواية ديت اي نعم بالكهرباء، بس هي نفس النتيجة، بتديني نفس النتيجة. هنتبل بقية السمك ونعمل نفس اللي احنا عملناه. كل ما احط سمكية انزل برشة من الزيت او ادهنها من الزيت من تحت، وبعد ما اخلص الكمية كلها هوريكم هعمل ايه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناة اسرار المطبخ مع آية زايد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا هنا انا بظبط السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة افضل متابعاه لحد بس ما ياخد اللون. وهنا ريحته تحفة، الريحة خطيرة بجد، والطعم احلى واحلى. وادي بصوا معلقتين زيت بالظبط، مش اكتر، يعني ما كترش، لان السمك اصلا بيبتدي ينزل المية اللي فيه فبيظبط الدنيا. والتتبيلة اللي انا حاطه لها في التتبيلة اللي انا حاطه فيها، يعني حاطه فيها الحاجات اللي هي السوائل زي مثلا الخل والكلام ده، بيبتدي ينزل اللي فيه. بصوا بقى شكله، انا لسه ما قلبتوش. يلا بينا نشوف بقى، نقلب واحدة ونسمي بسم الله. يا سيدي، يا سيدي على الجمال، ايه ده؟ الجمال عدى الكلام بجد. يعني ولا تقولي لي نشتريه بقى الكيلو ب90 جنيه، زمانه بقى ب100 جنيه. لا، ده دوت ب50 جنيه، وهعمل احلى سمك في البيت. هجيب لي كده 3 كيلو ب150 جنيه، هيغرقولي الدنيا. شوية رز بقى بالبصل وشوية طحينة وسلطة، انسوا. شايفين؟ الريحة خطيرة بجد، خطيرة. هتجربوها تدعولي. بس كده بنبتدي واقفين جنبه ونقلبه واحدة واحدة. وزي ما قلتلكوا التتبيلة عبارة عن ايه: توم، توم عادي مفروم، ونزلت عليه معلقة كبيرة من الكمون، اهم حاجة الكمون، وشوية من الملح، وشوية من بهارات السمك، وشوية من الخل، مش كتير يعني، اخلي الكميات قليلة شوية. لو انا عايزة احشي معاهم جزر مبشور مفيش اي مشكلة. بس كده هيديكي طعم تحفة، وبجد هتدعولي بأمر الله. ما تبخلوش عليا بلايك وشير سبسكرايب للقناة أسرار المطبخ مع آية زايد، واستنوني في فيديو جديد بأمر الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش زي ما قلتلكوا تحطوا لايك، واستنوني بأمر الله ننهي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. ربنا يديمها علينا نعمة ويديمكم نعمة في حياتي، ويا رب يعافينا من الغلا اللي في الدنيا ده. يعني الدنيا كلها بقت غالية، فالواحد لازم يدور على حاجة توفر معاه. واستنوني ان شاء الله زي ما قلتلكوا في وصفة جديدة اكيد هتعجبكم. مع آية اكيد الاكل حكاية. باي باي.